ونبت الصحارى والنجوم الشواهد سلاما يباري الريح مسكا وعنبرا ويعلو بها من الود فوق الفراقد. في خلال دورة التربية الوطنية المخصصة لطالبات الفرقة الأولى ببرنامج اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، نفتتح الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها الطالبة الزهراء ليلى. تتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. يسرنا اليوم في ختام دورة التربية الوطنية المخصصة لطالبات الفرقة الأولى ببرنامج اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الأستاذ الدكتور محمد فكري خضر، وإلى إدارة التربية الوطنية بجامعة الأزهر ممثلة في سيادة العقيد محمود فؤاد السيد لما بذله من جهد دؤوب في تسديد العقبات للطالبات على مستوى الجامعة والكلية، والشكر موصول للسادة الضباط الكرام. ومع ختام دورة التربية الوطنية إليكم قصيدة بعنوان نبض وطن، شكر وتقدير لجميع من شاركوا في إنجاح هذه الدورات. يا رائعات العزم في أفق العلا، نسجتن مجدا للعلوم مكملا، سرنا ختاما في خطى من نور تمنى، والفكر فيه تعلم وتأملا. دورة التربية الوطنية أشرقت بالعز والإيمان ذكرا مثملا، شكرا لنائبنا الذي بجهوده سند الوطنية عزمه متكملا، والشكر للمحمود فؤاد الذي قاد التربية في الأزهر الأمثل، ولقادة نفعوا العلوم كأنهم نور الولاء تأصلوا وتجملا، غرست بقلب الطالبات معانيا فيها الولاء لوطننا متكملا، شكرا لمن قادوا الخطى بعقيدة وبنوا من الإخلاص صرحا أولا، عقداء علم قواتنا علما ونبلا، فلكم نقدم شكرنا مؤصلا، وشكرا للعميدة في علمها قادت خطانا بالحنان وعدلا، يا دكتورة العلم الجليلة إننا ندعو لك المولى جزاء أجملا، سعت وكيلتنا بخطى مدروسة تسقي العقول تأملا وتعقلا، وكذلك الشكر الجميل نسلمه للعربية الأعضاء فخرا أكملا، وبنات من أجل مصر وبنات من أجل مصر لكن في كل الميادين العطاء مؤصلا، ختامها مسك وذكرى طيبة تبقى لنا في القلب عهدا مؤصلا. ومع كلمة سعادة الأستاذ الدكتورة عميدة الكلية فتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا يوم
طيب أغر من أيام الله تعالى نسعد فيه ونشرف باحتفالية ذات طابع خاص على كليتنا الحبيبة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالبلد القاهرة. فجر احتفالاتنا هي احتفالات لها طابع علمي، وهذه الاحتفالية حري بنا أن نفخر ونسعد بها جميعا. هي احتفالية بروح الانتماء والوطنية لطالبات جامعتنا وكليتنا. حقا لقد كانت التربية الوطنية أو تلك المادة حكرا على الأولاد لفترة قريبة، وصدقا أحسنتم أن جعلتموها في البنات أيضا، لأن هذا هو المسيار أو المسار الصحيح لغرس روح الوطنية والانتماء لدى المصريين جمعاء. لأن الطالبة أو الابنة حينما تخرج فهي تكون بداية وغرس طيب ونواة لأسرة مصرية بأكملها، فكل ما تتربى عليه من قيم وأخلاق وروح للانتماء تغرسه في أسرة هي النواة لها، فهي التي تربي الأجيال وهي التي تغرس فيهم كل ما تعلمته وما غرس فيها في بداية نشأها. فشكرا لكم أيها الجنود البواسل حماة الوطن على هذا الجهد المشكور. يعني يكفيني أن أقول أن بعد نهاية الدورات الأولى هناك بعض الطالبات التي تواصلن معي وألححن في الطلب أن تستمر هذه الدورات ولا تنقطع، وأن يستمر وجود القائمين عليها معنا طوال الوقت. فهذا مردود فعل لم أكن أتوقعه ولم يكن يتوقعه حتى القائمين على هذه الدورة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء وأوفاه. الشكر للجميع كل باسمه وصفته ورسمه على ما بذل من جهد في هذه الدورات، ويكفينا بس روح الالتزام والحب والمودة ما بين القائمين عليها، يكفينا هذا الظهور المشرف والحضور الطيب من طالبتنا ومن قادتنا. جزاهم الله خير الجزاء، وجزا كل القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وأوفاه، وحمى الله بلادنا وأزهرنا وكليتنا العامرة بكل المخلصين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاماكن والتوقيتات المختلفه طول حياتي في خدمه القوات المسلحه. انا شرفت ان انا خدمت في جامعه الازهر. جامعه الازهر دايما كنت بقول ان بنت خريجه جامعه الازهر او تنتمي جامعه الازهر دي مميزه عن اي بنت في اي جامعه. يعني حضرتك طالبه علم، وبالاضافه لطالبه العلم انت بتدرسي مواد احنا فعلا محتاجينها، ادبيات وسلوكيات ممكن بره ما تجيش فرصه لبنت ان هي تاخدها، حفظ القران، التفقه في الدين. الحاجات دي حاجات كويسه جدا هتحسوا بيها ان شاء الله لو ربنا يكرمكم كده وتبقوا امهات صالحات او تبقوا في مجال الشغل بتاعكم. هي دي الاساسيات اللي بنبني عليها البناء الصحي. الحاجات اللي احنا دايما بنقولها في ماده التربيه الوطنيه او دوره التربيه الوطنيه، لو هنقول الاتجاه المباشر اللي انتوا بتاخدوه او التعليم المباشر بتاخدوه اللي هو بيتمثل في المحتوى بتاع المواد المختلفه، مواد عامه بنتعرف عن ايه الجيل الرابع، ايه المخدرات، ايه الشائعات، بالاضافه برضه بناخد نبذات عن حاجات عسكريه مرتبطه بالواقع اللي احنا فيه. ده كله هنقول اللي هو اتجاه مباشر، تعليم مباشر، محتوى انا بقول لك المعلومه وانت بتستخدمها. في حاجه ثانيه بقى انا واثق ان محتوى بطريقه غير مباشر هتفيدكم بعد كده باذن الله ان شاء الله. وهي الاعتماد على النفس، الالتزام في المواعيد والتوقيتات. معلش في برضه مش كلنا بيلتزم ان انا لازم الساعه 9 الصبح ابقى موجود وابقى متابع وابقى عليا قيود ان انا لازم عدد ايام معينه لازم احضرها ما ينفعش اتخلف عنها، لازم اتحمل مسؤوليه اخطائي لو وقعت فيها، الايجابيات اللي انا بعملها انا اللي هديها. الاعتماد على النفس، تحمل المسؤوليه والالتزام بالمواعيد. انا واثق ان الحاجات دي هي طبعا موجوده عندنا، بس احنا في التربيه الوطنيه في ال 12 يوم دول بنركز عليها قوي، وده مفتاح نجاح اي حد باذن الله ان شاء الله.
مكان العمل بتاعه، في مكان حتى لو انت في البيت لو ربيتي اولادك اخواتك الصغيرين على الحاجات دي من الاول هيطلعوا نشء ان شاء الله مفيد للبلد. والبنت او الست او الام او الدكتوره او الطبيبه هي دي الاساس، هي دي اللي بتربي الجيل الكويس اللي احنا عايزينه محتاجينه. قوه الدوله كلها بتقاس من الشباب بتاعها. احنا مصر معدل اعمار الشباب بتاعها الحمد لله ولله الحمد متميز. فالنشأة دي لازم تبقى نشأة صادقة، النشأة الصادقة هتيجي من الأم. الأم في البيت هي اللي بتطلع العين يشيل البلد وينهض البلد ويحافظ على البلد. في ظل اللي احنا بنشوفه ده احنا عايزين دين صادق. أرجوكوا 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 انتوا الأساس، انتوا الأساس، انتوا المستقبل. أولادكم اللي انتوا هتربوها دول هم اللي هيشيلوا البلد. فربنا يحافظ عليكم. بشكركم جدا. كلية الدراسات الإسلامية مرتبطة ليا معزة خاصة وطالبات الدراسات الإسلامية والعربية، يعني أتمنى إن شاء الله يكون وصلنا رسالة مع السادة الزملاء القادة، ومش هندفع في أي حاجة. مكتبنا مفتوح موجود 24 ساعة إن شاء الله. أي حاجة محتاج أي حاجة تخص التربية الوطنية وغير التربية الوطنية على سعيد كلكم بناتي. سعدت جدا وشرفت بيكم. ربنا يوفقكم ويحافظ عليكم إن شاء الله ونشوفكم أحسن ناس. شكرا. سعادة العميد علي السعدية عبد الوارث المفضل. تمام. بص يا فندم، دكتورة قربي. دكتورة فريدة اتفضل. سعادة العقيد محمد رضا محمد علي. ماشي يا فندم. شكرا. سعادة العقيد مصطفى خير الله حبيبي. دكتورة وفاء. انا عايز اقول كلمه بس كده نص دقيقه، كلمه بسيطه جدا مش هطول. انا عايز اقول انا لما اتكلفت بالدوره دي ده ما كانش تكليف، ده كان تشريف ليا ان انا ابقى متواجد في جامعه مصر. سعادة المقدم محمد عبد المعبود اسماعيل. دكتورة وفاء. سعادة العقيد محمود السيد فؤاد. يلا دكتورة وفاء. والآن